كلنا عارفين ان اخواتنا ذوي الهمم مسموح ليهم باستيراد سيارة من الخارج معفية من الضرائب. وكلنا كمان عارفين ان في نوعين من السيارات او من رخص السيارات: رخصة لا يقودها الا مالكها في حالة لو كانت حالته الصحية تسمح له ان هو يقود السيارة بنفسه، وحالة تانية انه انه غير قادر على القيادة ويحتاج لشخص اخر. والقانون برضو قال ان لو حد قريبه من الدرجة الاولى برخصة خاصة او حد مش قريبه يؤمن عليه، بيدفع مبلغ تأمين في المرور وهو بيرخص، ويكون معاه رخصة مهنية. الاول لو كانت العربيه اتمسكت بقريب الدرجه الاولى او السائق المؤمن عليه وصاحب السياره نفسه مش موجود فيها، كانت بتتسحب منه ولازم يدفع غرامه كبيره او يدفع جزء من الضريبه. صدر كتاب دوري من وزاره الداخليه تيسيرا على اخواتنا ذوي الهمم، لان هو ممكن يكون تعبان، مش طول الوقت متاح انه يبقى جنب السواق في العربيه وهو رايح بيها اي مشوار. فصدر كتاب دوري بمنع سحب الرخص او السياره لو كان السياره مؤمن على سائق او قريب من الدرجه الاولى، اللي هو يحتاج لشخص اخر يقود. لو صاحب العربيه مش موجود ما ينفعش يسحب رخصتك عادي، لان ده مش مخالفه قانونيه. لجان الجمارك بقى ما بيعملوش بالكلام ده، وهم اللي بيوقفوا الناس في العربيه ويقول لك ده مخالفه شروط افراج جمركي ولا مش عارفه ايه كده، وياخدوك يدفعوك مبلغ كبير من الضريبه. فاحنا عايزين كده زي ما وزاره الداخليه رأفت بحاله اخواتنا ذوي الهمم، يا ريت برضو وزاره الماليه، انا اللي انا اعرفه الجمارك تقريبا تبع وزاره الماليه، والله ما اعرف بس غالبا يعني يروح لهم نفس التعليمات رفقا بالناس. وعلى فكره في مشروع قانون اتقدم من وزاره التضامن لمجلس الشعب ان يضيفوا كمان القرابه من الدرجه الثانيه في حاله عدم وجود الدرجه الاولى او الازواج.